في بحث سابق بعنوان كهوف تاسيلي ومدينة سيفار، تناولنا مشاهد حضارة مفقودة في صحراء الجزائر، وثقت لوجودها من خلال هذه الرسومات. مئات الآلاف من تلك الرسومات التي تثير الجدل إلى يومنا هذا، ومن أنواع الحيوانات على هذه الصور يرجعها البعض لما قبل العصر المطير، منذ ما يزيد عن 11,000 عام. تظهر فيها مشاهد غريبة لأفراد يرتدون ملابس للغوص وملابس للطيران، وأشكال عجيبة من مشاهد غير متوافقة مع التاريخ التقليدي القديم، وكأنها تشير إلى نوع من التكنولوجيا والعلوم كانت متوفرة في زمن ما، ثم فقدت في أحداث غامضة. وقد توصلنا في نهاية البحث أنه يجب أن يكون لهذه المشاهد جذور وامتداد لحضارة أخرى قد تكون حولها في هذه المنطقة. في هذا البحث سنلقي الضوء على أحد هذه المشاهد الذي قد يساعد في تفسير بعض الألغاز من مدينة سيفار وما حولها من حضارات. في كتابه بعنوان سحر الآلهة، الحكمة المنسية لحضارة الأرض المفقودة، يقول الكاتب جراهام هانكوك: على الرغم من انقراض 37 جنسا من الثدييات في أمريكا الشمالية و52 جنسا من الثدييات في أمريكا الجنوبية، ومع موجة انقراض للحيوانات الضخمة على مستوى العالم، حدث هذا كله منذ 10,000 إلى 14,000 سنة مضت. لذلك فقد واجهت الأرض من قبل كارثة مدمرة، وسوف تواجه في المستقبل كارثة أسوأ ب1000 مرة من انفجار جميع القنابل النووية على سطح كوكبنا. فهل نحن نوع من الأجناس مصاب بفقدان الذاكرة؟ مثل الكثير من العلماء، يؤمن الكاتب الإنجليزي جراهام هانكوك بأن عمر الإنسان أقدم بكثير مما هو منصوص عليه في كتب التاريخ الحالي، وأن الحضارات القديمة مثل المصرية والسومرية ما هي إلا شظايا حضارات أقدم تم محوها في كوارث عديدة، لدرجة أن أصبحنا نعتقد أنها لم تكن موجودة من الأساس. فهل كانت هناك حضارات متقدمة على الأرض منذ أكثر من 10,000 عام؟ وفقا للنظرية التقليدية للتطور البشري فهذا مستحيل، ووفقا لهذا التصور فإن البشر اليوم قد وصلوا إلى ذروة فهمهم التكنولوجي والعلمي بشكل غير مسبوق، وانتقلوا من إنسان نياندرتال الذي يسكن الكهف في الماضي إلى عصر الفضاء واستخدام الهواتف الذكية. في حين أن نظرية التاريخ الخطي المتصل للتطور البشري منتشرة على نطاق واسع، فهناك عدد متزايد من العلماء والناس بشكل عام يرون المزيد من الأدلة التي تشير إلى تاريخ بشري مختلف يمتلئ بالفراغات الزمنية من تاريخ تم نسيانه، تاريخ ترك أدلة عليه من خلال الأساطير حتى يتذكر الناس يوما ما إنجازات وقوة من كانوا قبلهم. فهل يمكن للأساطير أن تعيش لأكثر من 10,000 عام ولا تزال تحتفظ بأصل القصة بشكل دقيق؟ إذا كانت هناك أسطورة يمكن أن تحمل جزءا كبيرا من أسرار ماضي البشرية في كلماتها، فليس هناك أكثر شهرة من أسطورة مدينة أطلانتس. لقد كانت أطلانتس موضوعا للنقاش بين العلماء والمؤرخين لعدة قرون، توافرت فيها جميع مواصفات الإمبراطورية الجبارة، متقدمة تقنيا في العلوم والهندسة، غنية بشكل يفوق التخيل، ولديها قوة عسكرية عظمى. بعبارة أخرى، أوتيت من كل شيء. فإذا كان لها وجود في الماضي، فكيف يمكن نسيانها بهذا الشكل؟ ولكن لكي تخرج قصة أطلانتس من حيز الأسطورة إلى اعتبارها قصة حقيقية، يجب أولا أن يكون هناك موقع جغرافي يمثل هذه المدينة العظيمة. فأين يمكن أن تكون هذه المدينة التي كان موقعها مصدر جدل لسنوات عدة؟ تم اقتراح أن القطب الجنوبي هو المكان الذي ترقد فيه أطلال أطلانتس، وقد تم الإشارة إلى هذا الافتراض في بعض أبحاث سابقة. وهناك أيضا تكهنات بأن أطلانتس تقع في قاع المحيط الأطلسي بين أوروبا والأمريكيتين.
لكن في شمال أفريقيا هناك موقع يعرف باسم عين الصحراء. هذا الموقع يمكن أن يمثل تجسيدا منطقيا بشكل شبه متطابق لشواهد مدينة أطلانتس، وقد كان غير معروف للعالم حتى ثمانينيات القرن العشرين. هو تكوين جيولوجي طبيعي يقع في صحراء موريتانيا في مكان نائٍ يصعب الوصول إليه. عند مقارنتها بمواصفات مدينة أطلانتس فأجد أنها أفضل مرشح يطابق جميع المواصفات. جاءت قصة أطلانتس في الأساس من الفيلسوف اليوناني سولون، الذي في زيارته لمصر قام بتجميع كل المعلومات عن المدينة من الكهنة المصريين. فأثناء زيارته لمعبد نيث في مصر في عام 600 قبل الميلاد، التقى بالكاهن المصري سايس الذي كان كبير الكهنة هناك. قام الكاهن سايس بمساعدة سولون في ترجمة القصة من الوثائق في المعبد من اللغة المصرية القديمة إلى اليونانية، التي كانت هي لغة العلم في ذلك الوقت. بعد ذلك قام سولون بتدوين الترجمات في مجلد باليونانية واحتفظ بها، إلى أن جاء أفلاطون وقام بنشر هذه القصة في مؤلفاته الشهيرة المعروفة باسم كريتياس. وتأتي قصة أطلانتس في كريتياس بتفصيل شديد لجميع مواصفات المدينة ومجتمعها وشعبها. تصف مدينة أطلانتس على أنها لم تكن مدينة صغيرة منعزلة، بل كانت إمبراطورية عالمية ضخمة ممتدة المساحة وشعوب متعددة، وكانت لها عاصمة مركزية تحكم هذه الإمبراطورية المترامية. أطلانتس كانت مدينة ذات ثقافة بحرية في الأساس، مع عاصمة فريدة مشيدة على شكل حلقات ودوائر متحدة المركز من اليابسة والمياه، حلقتان من اليابسة و3 حلقات من المياه. كانت العاصمة أطلانتس مدينة كبيرة بمقياس ذلك الزمان، دائرة بقطر أكثر من 20 كيلومتر يحدها سلسلة جبال من الشمال، مع عيون للماء العذب تنبع من منتصفها، وحكمت من قبل ملك يسمى أطلس. وقد وصف أفلاطون حكام أطلانتس بأنهم يتميزون بالحكمة والعدل وحبهم لشعوبهم. تمتع شعبها بحياة رغدة شديدة التطور والوفرة، وعرفوا تسخير الطاقة الكونية واستخدامها، وعرفوا حتى علوم الطيران. كانت حضارة قوية عسكريا إلى حد يعجز جميع الممالك في هذا الوقت، وقيل إن لديها قوة بحرية عسكرية مسيطرة على البحار وأساطيل تجارية جبارة. أدت هذه العناصر إلى نشأة مجتمع مزدهر متقدم في العلوم والهندسة والسياسة، حتى أن هناك تكهنات بأن الحضارة الأطلسية كانت أكثر تقدما مما نحن عليه اليوم، وأنهم كانوا يعرفون أسرار الجاذبية والجاذبية المضادة، وكان لديهم أيضا اتصال بحضارات وأجناس من خارج كوكبنا. غرقت هذه المدينة الأسطورية بسبب غضب الآلهة، ودمرت عاصمتهم بكل ما تحويه من أسرار وعلوم وكنوز. تم ابتلاعها في البحر على أثر زلزال وطوفان ما بين ليلة وضحاها، وحدث ذلك قبل 9000 عام من زيارة سولون لمصر بحسب الوثائق المصرية القديمة، بمعنى أن دمار أطلانتس حدث منذ 11600 عام من الآن. يذكر أيضا وصفا كاملا لكل مشاهد الحياة هناك، لدرجة أنه يذكر أنواع الحيوانات التي تعيش في الجزر، المناظر الطبيعية، البيئة المحيطة، وأكثر من هذا في كتاباته. فهل يمكن أن تكون كل هذه القصص والتفاصيل مجرد خيالات من سولون والكاهن المصري سايس، أم أنها تعتمد حقا على وثائق قديمة فقدت بمرور الزمن؟ ففي ظل عدم وجود طريقة لتحديد صحة هذه الادعاءات من عدمها، فالتاريخ التقليدي ينظر إلى وجود أطلانتس كقصة على أنها رواية تم اختراعها في أعمال أفلاطون، بينما ينظر البعض أن القصة قد تكون حقيقية بالفعل، ويدللون على هذا بعدة محاور. فمن منظور السيرة الشخصية لمن قاموا بإخراج القصة، يتم وصف الرجلان سولون وأفلاطون في الثقافة اليونانية برجال أصحاب شرف وصدق، وقد استشهد الكثير بمؤلفاتهم وكتاباتهم، وكان مرجعا في الكثير من الأمور،
ويستبعد جدا أن يأتي أحدهما بقصة وهمية من مخيلته ويقوم بنشرها على أنها قصة واقعية. ومن منظور عقلانية استخراج قصة حقيقية من أسطورة، يتم ضرب الأمثال بالكثير من القصص القديمة التي كانت تصنف ضمن الأساطير الخيالية، والتي تم إثبات وجودها بعد آلاف السنين من تجاهلها. وتأتي قصة هوميروس اليونانية أيضا، التي كانت هي المصدر الوحيد لأحداث عظيمة حدثت في التاريخ، تخبرنا عن حرب طروادة التي حدثت بين ممالك اليونان ومملكة طروادة العظيمة. فلطالما أصر الجميع على كونها قصة خيالية، ولا وجود لمعركة كهذه، ولا وجود لمدينة في كامل التاريخ باسم طروادة. ومع ذلك، وبعد 2000 عام من التكذيب بها وبمؤلف ملحمة الإلياذة والأوديسا، تم كشف أطلال المدينة في عام 1822 على يد رجل أعمال ألماني وليس عالم آثار. وما يثير الدهشة هو اكتشاف جميع تفاصيل المدينة التي ذكرها هوميروس في كتاباته، من المكان الجغرافي للأحداث، تصميم المدينة، تصميم وارتفاع الأسوار، الطرقات، القصور، وآثار الحروب والحرائق، وحتى النقش المرسوم على كأس الملك بكل تفصيل. أما ما يهمنا في أبحاثنا هو تحليل ومطابقة الوصف التاريخي والجغرافي للمكان المحتمل، وما يمكن أن نستشهد به من آثار مادية وعلمية لما حوله. المكان هنا هو صحراء موريتانيا في الشمال الغربي الأفريقي، وعلى الرغم من أن المكان كان معروف للسكان المحليين منذ القدم، فقد تم اكتشافه رسميا في الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك بعد إبلاغ رواد الفضاء الأمريكان على متن الرحلة جيمني 4 التي ظلت تدور حول الأرض ل4 أيام على ارتفاع 100 كيلومتر من سطح البحر. فقد أبلغوا عن رؤية تشكيل غريب في قلب الصحراء وقاموا بتصويره. تسمى عين الصحراء بسبب شكلها الجيولوجي الفريد، في شكل دائري ضخم يتكون من عدة حلقات من التلال والوديان في شكل دائرة شبه منتظمة. وما أكسبها هذا الاسم هو ما شاهده رواد الفضاء حين لاحظوها لأول مرة، حيث إنها تبدو من الفضاء على شكل عين فعلا، بما حولها من تشكيلات جيولوجية تبدو تماما مثل تجويف العين. تقع على مسافة 400 كيلومتر من الساحل الأفريقي الغربي المطل على المحيط، بشكل غير اعتيادي وغير متكرر في جميع أنحاء العالم. يظن بعض علماء الجيولوجيا أنها البقايا لما كان أصله فوهة بركان ضخم، وهو على حسب اعتقاد علماء الجيولوجيا بركان لم ينفجر، ولكنه أحدث نشاطا بركانيا أدى إلى حدوث انبعاجات في القشرة الأرضية نتيجة للضغط الصاعد من تحت الأرض، وهو ما يجعل القشرة الأرضية بفعل زيادة الضغط من تحتها تكون ما يشبه القبة المرتفعة، ثم تنهار بعد زوال الضغط من تحتها، فيؤدي لتكوين دائرة بهذا الشكل. وحدث هذا عدة مرات متتالية في نفس المكان، الأمر الذي كون هذا الشكل على مدار ملايين السنين. الشكل الدائري المكون من حلقات متحدة المركز هذا يعد أكثر الأشكال مطابقة للمدينة العاصمة المفقودة. ولكن لتأكيد هذا الافتراض لا بد من مطابقة الموقع جغرافيا وطبوغرافيا للوصف التفصيلي لأفلاطون حول أطلانتس. كانت تتكون من مناطق ما بين البحر واليابسة، يقول أفلاطون منطقتان من يابسة و3 من الماء، يحيط بعضها ببعض في دوائر شبه منتظمة حول المركز المشترك من اليابسة، وكل منطقة تبتعد عن المركز بنفس المقدار. بالنظر إلى الموقع لا نجد فقط ارتباطا قويا في الوصف، ولكن يمكننا أن نرى أنه المكان الوحيد على الأرض الذي يتكون من تشكيل طبيعي ويطابق تماما وصف سولون وأفلاطون. ولكن لماذا لم يتم افتراض هذا الاحتمال قبل الثمانينيات، رغم أن المكان معروف لدى السكان المحليين منذ القدم؟ حسنا، لأن الموقع كبير للغاية، يمتد على دائرة قطرها نحو 23 كيلومتر، وحجمه الكبير يمنع تمييز شكله.
فرؤية الموقع من على الأرض أثناء السير فيه لا يمكن تمييز إلا مجموعة من التلال والوديان، ولكن التصوير الجوي من على ارتفاع 100 كيلومتر يوضح شكل المكان، وهذا ما بدا لرواد الفضاء حينها. استكمالا لمواصفات المدينة التي نقلها سولون عن الكاهن المصري سايس، يقول سايس واصفا حجم المدينة: مدينة أطلانتس الدائرية يبلغ قطرها 127 ملعبا. ولكن ما معنى كلمة ملعب؟ مصطلح ملعب كان يستخدم في عهد أفلاطون كوحدة لقياس الطول، وكان يعادل 185 مترا طوليا بمقياسنا الحالي، فتصبح مسافة 127 ملعب تعادل 23,495 متر. وإذا تم تحويل الناتج السابق بالمتر إلى وحدة كيلومتر طولي، يصبح الناتج 23 كيلومتر ونصف الكيلومتر تقريبا، وهي تطابق تماما نفس النتيجة التي قمنا بقياسها باستخدام خرائط جوجل لهذا المكان. ألا تعد هذه النتيجة مفاجئة إلى حد كبير؟ يتابع أفلاطون في وصفه طوبوغرافيا أطلانتس: تحيط بالمدينة مساحة كبيرة من الأرض السهلة المنبسطة، محاطة بالجبال التي تنحدر في اتجاه البحر. المدينة نفسها مواجهة للبحر، بينما تكون الجبال حاجزا لها من الشمال. يمكن الوصول إلى العاصمة أطلانتس من البحر من اتجاه الجنوب. بالنظر للموقع الحالي، ومع تخيل أنه متصل بمياه المحيط، يمكننا أن نلاحظ أن الجزء المنخفض من الأرض محدود بسلسلة جبلية من الشمال، بينما الأجزاء المرتفعة من حوله تمثل أراضٍ منبسطة. ويبدو من شكل التضاريس في الاتجاه الجنوبي ما يمكن تخيل أنه كان مجرى مائي ومدخل للمدينة عن طريق البحر. ولكن هل كانت هذه البقعة من الأرض حقا متصلة بالمحيط قديما؟ في نتيجة غريبة وغير اعتيادية، فمن المعروف عن الصحراء الكبرى في الشمال الأفريقي امتلاكها لأكبر خزان للمياه الجوفية العذبة. تنتشر خزانات المياه الجوفية العذبة تحت رمال الصحراء من مصر شرقا إلى المملكة المغربية غربا وبعمق الصحراء. إلا أن بتحليل المياه الجوفية في هذه المنطقة تحديدا من صحراء موريتانيا دونا عن باقي المناطق المحيطة بها، كانت المياه الجوفية مالحة وليست عذبة. تعتبر هذه النتيجة في منتهى الغرابة، حيث إن المنطقة ترتفع ما يقارب 300 متر فوق المستوى الحالي لسطح البحر، مما يثبت بوضوح أن هذه المنطقة تحديدا كانت يوم ما في الماضي القريب جزء من البحر المفتوح. أما أكثر المشاهد دهشة، ورغم وجود المياه المالحة في جوف الأرض، فقد تم الكشف عن تواجد خزان من المياه العذبة تماما في وسط الهيكل عند المركز. فبينما يمكن الحفر مسافة عدة أمتار للوصول إلى الماء العذب في منتصف الدائرة، فيتوجب الحفر مئات الأمتار للوصول إلى المياه العذبة في أي مكان آخر في المنطقة بعيدا عن مركز الدائرة. وهو أيضا ما يطابق مواصفات أطلانتس التي ذكرها سولون وأفلاطون، حيث قال: توجد منابع مياه في منتصف المدينة تماما تمدها بالماء العذب. فقد قررت الآلهة إمداد المدينة بنبعين من الماء العذب، أحدهما ينبع بالماء الساخن والآخر بالماء البارد. في مشهد آخر، تمتلئ الصحراء في هذه المنطقة بحفريات وعظام مثيرة للاهتمام. يتم اكتشاف حفريات بحرية وهياكل عظمية لحيوانات بحرية ضخمة مثل الحيتان، بالإضافة إلى تواجد عظام من بقايا حيوانات مختلفة كالأفيال، الغزلان والزرافات. وأيضا رسومات على الكهوف في المنطقة تمثل أشكال هذه الحيوانات وتوثق لها، وهو ما يراه البعض امتدادا للمشاهد التي رأيناها في كهوف تاسيل ناجر في صحراء الجزائر. فماذا يقول أفلاطون في هذا الصدد؟ كانت هناك أعداد كبيرة من الفيلة على الجزيرة، ويبدو من تقارب هذه المنطقة من منطقة الكهوف في موريتانيا أن من المنطقي أيضا انتشار هذه الحيوانات مثل الأفيال على الجزر فيما مضى.
ويتحدث أفلاطون أيضا عن أطلنطس قائلا: كانت غنية بالكثير من المعادن كالذهب والنحاس، تتميز بأحجار مميزة منتشرة في المكان باللون الأبيض والأسود والأحمر، وقد تم بناء المدينة العاصمة بهذه الأحجار الملونة. ويبدو من خصائص هذه المنطقة أنها تتطابق بشكل كبير مع هذا الوصف، فموريتانيا من الدول الغنية بالمعادن، وهي منتج كبير للذهب والنحاس والمعادن الثمينة الأخرى. وبالنظر إلى طبيعة الصحراء في موريتانيا، نلاحظ انتشار أنواع كثيرة من الأحجار الطبيعية بكثافة، تتميز بعدة ألوان منها الأبيض، الأسود، والأحمر. كيف تتماشى هذه الحقائق مع أوصاف أطلنطس؟ تطابقت الأوصاف التي تركها أفلاطون منذ أكثر من 2500 عام مع هيكل عين الصحراء بدقة وبعدة طرق فريدة ومثيرة للاهتمام. هكذا يكون من الصعب استبعاد احتمال أنها تطابق المدينة الأسطورية المفقودة بشكل شبه تام، في حين أن الأدلة الجغرافية والطبوغرافية تشير إلى أنهما نفس الشيء. فهل هناك أنواع أخرى من الأدلة التي تربط عين الصحراء بجزيرة أطلنطس المفقودة؟ إذا كان صحيحا أن مثل هذا المجتمع القوي والمتطور موجود، فما الذي حدث قد يمحوه من على وجه الأرض؟ وفقا لأفلاطون، قد تم تدمير المدينة لأن الإله قد غضب على شعب أطلنطس. لقد أصيبوا بالطمع وأصبحوا ظالمين ومنحرفين أخلاقيا، وكان لدى الإله من الأسباب ما يكفي لتطبيق سنة الإهلاك عليهم، كما حدث مع قبلهم. أرسلت عليهم النيران والزلازل والطوفان التي تسببت في غرق الجزيرة في البحر. في يوم واحد وليلة من سوء العاقبة اختفت جزر أطلنطس في أعماق البحر. أطلنطس التي كانت جزء من المحيط الأطلسي لم يعد من الممكن الوصول إليها عن طريق السفن. هذا يعني أن المدينة بأكملها قد تم جرفها في ليلة واحدة وابتلعت في البحر. فهل هناك دليل على كارثة بهذا الحجم حدثت في السجل التاريخي؟ لتحديد ما إذا كان هناك حدث يمكن أن يتسبب بتدمير أطلنطس، فيجب أولا تحديد تاريخ دمارها. كما ذكرنا من قبل، عاش سولون قبل 2600 عام، وفي الوقت الذي قيل له فيه عن أطلنطس، زعمت السجلات المصرية أنه حدث قبل 9000 عام من ذلك التاريخ. هذا يجعل تدمير أطلنطس منذ حوالي 11600 عام. فكيف كان يبدو شكل العالم قبل 11600 عام؟ وهل كان هذا وقتا مستقرا أو وقت اضطرابات؟ يقول المؤرخون أن هذا الوقت قبل 11600 عام كان وقت انتهاء الفترة المضطربة في نهاية العصر الجليدي الأخير. وكانت أحداث نهاية العصر الجليدي الأخير غير عادية، وكانت عنيفة إلى حد كبير وغريب. كان التغير في درجات الحرارة صعودا وهبوطا سريعا للغاية، حيث وصل في بعض المناطق إلى 10 درجات مئوية في غضون عقود فقط، بينما في الأقطاب كان التغير بعشرات الدرجات انخفاضا في غضون أيام. ارتفعت مستويات سطح البحر بعشرات الأمتار في وقت قصير جدا، وحدث انقراض جماعي في الأمريكيتين وآسيا وأوروبا، حيث ماتت عشرات الأنواع من الثدييات الكبيرة والعديد من الحيوانات. هناك العديد من الاقتراحات حول سبب هذه الأحداث المأساوية غير العادية. أحد الاقتراحات هو تأثير سقوط كويكب كبير في نصف الكرة الشمالي بالقرب من جرينلاند، مما تسبب في موجة صدمة انفجارية يمكن الشعور بها في جميع أنحاء العالم، وتسبب في ذوبان هائل للمياه الجليدية العذبة وحرائق واسعة النطاق. هذا من شأنه أن يرفع مستوى سطح البحر عشرات الأمتار، ويرسل موجة مد تندفع عبر المحيط الأطلسي، حيث تتبخر الصفائح الجليدية وتنفث بخارا شديد السخونة في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى فترة من الاحترار العالمي لم يسبق لها مثيل من قبل. اقتراح آخر تحدث عنه ألبرت أينشتاين
وهو انتقال القطب الشمالي فجأة من أمريكا الشمالية إلى موضعه الحالي في شمال أوروبا في فترة لا تتجاوز 500 عام فقط، وعلى أثره انتقل محور الأرض بشكل عنيف أدى إلى ذوبان آلاف المليارات من الثلوج في أمريكا في وقت قصير جدا. وقد تحدثنا عن هذه النظرية تفصيلا في بحث سابق. تحدثت الوثائق المصرية أيضا عن هذه الفترة، حيث أشارت إلى أنها فترة من الدمار والحرائق، وأرجعت هذا لغضب وعقاب الآلهة. أيضا نجد نصوص المايا تتحدث عن هذا الزمن تحديدا، وتصف ما حدث فيه من فيضانات وحرائق معا أدت لدمار حضارات عظيمة في الأمريكيتين. أما في جنوب شرق تركيا فيوجد أغرب شاهد على هذه الفترة، جوبيكلي تيبي، وهو ما يعتبره بعض الأثريين أقدم معبد مكتشف إلى الآن، وهو مثير للدهشة إلى حد كبير، حيث إنه تم بناؤه منذ ما يزيد عن 12,000 عام، في حين لم يكن يعتقد العلماء أن البشر حينها كان بإمكانهم بناء مثل هذا الهيكل الجبار من الأحجار شديدة الصلابة. ولكن ليس المثير في الأمر فقط تاريخ البناء، بل إن هذا التاريخ هو أيضا التاريخ الذي تم دفن المعبد فيه. نعم، لقد قام الشعب هناك بدفن المعبد عمدا. ولماذا يقوم أحد بهذا التصرف الغريب؟ التفسير الوحيد: ليتم إنقاذ المعبد من كارثة عالمية قد لاحظها شعب المنطقة. قاموا بدفن المعبد ليتم إنقاذه من الدمار حتى يتمكنوا من استخراجه بعد مرور الكارثة. ويبدو لي أن هذا الشعب قد أنقذ المعبد بالفعل، لكن لم يتمكنوا من إنقاذ أنفسهم من هذه الكارثة، حيث بقي المعبد مدفونا. عند النظر إلى موقع عين الصحراء من الفضاء فيمكن أن نلاحظ جروف في القشرة الأرضية تتجه مباشرة نحو المحيط، تبدو بالفعل وكأنها قد جرفت جراء قوة ما، قوة تبدو وكأنها نوع من موجة عملاقة. تتشابه هذه الجروف مع ما يمكن أن تسببه موجة تسونامي عملاقة تحدث فيضانا كبير. من الصعب حساب كمية المياه التي قد يزيحها تأثير الكويكب خلال موجة الصدمة، أو من خلال انهيار الجبال الجليدية في القارة الأمريكية. ولكن من الناحية النظرية ستكون موجة المد التي تصل إلى شواطئ إفريقيا هائلة بأي حال. وإذا كانت هذه الجروف تشير إلى شيء فهي بالتأكيد تشير إلى فيضان مفاجئ وعنيف قام بمحو كل شيء أمامه على الأرض. ولكن مدينة مثل أطلانتس التي كانت تتمتع بهذه المكانة والقوة الكبيرة بالتأكيد سيكون هناك أي نوع من الوثائق تشير إليها. في الواقع هناك إشارة إلى أطلانتس خارج كتابات سولون وأفلاطون. عاش هيرودوت اليوناني بين عامي 484 و 425 قبل الميلاد، ويشار إليه عادة باسم أبو التاريخ. كان لديه معرفة تاريخية وجغرافية واسعة بجميع الحضارات المعروفة لليونانيين. قام بتجميع معلومات أسفاره ورحلاته لاحقا في رسم خريطة مفصلة للمنطقة المعروفة حينها. قديما كان يتم رسم الخرائط الكبيرة باستخدام خرائط أقدم من حضارات مختلفة، وهي مجموعة من الخرائط الدقيقة التفصيلية لأماكن محددة. عندما يتم تجميعها معا فإنها تشكل خريطة كبيرة لجميع الأراضي المعروفة المحيطة. الأمر مماثل لما تقوم به الأقمار الصناعية الآن من تصوير أجزاء من الأرض، ثم يقوم الحاسوب بتجميعها لتكوين خريطة مجمعة للكوكب. رغم أنها غير دقيقة بنظرتنا الحالية، إلا أن الخريطة التي تم تجميعها من السجلات التاريخية لهيرودوت قيل إنها الخريطة الأكثر دقة في زمنها. وتظهر الخريطة التي رسمها هيرودوت أجزاء من أوروبا، أفريقيا وآسيا. على هذه الخريطة لا نرى أطلانتس فحسب، بل يمكننا أن نرى أنها تقع تحديدا في موريتانيا الحالية، ويبدو أنها كانت تسيطر على مساحة واسعة من الشمال الأفريقي. من التاريخ المحلي لسكان موريتانيا نعلم أن أقدم ملوك موريتانيا هو ملك أسطوري يسمى أطلس.
وقد أخبرنا أفلاطون أن أول ملك لأطلنطس هو الملك أطلس، الذي قيل إنه ابن بوسيدون. بالطبع قد تكون هذه مجرد مصادفة، أو لربما يمكن أن تكون أكثر من كونها مصادفة. من نصوص كريتياس يقول أفلاطون: ومع مرور الوقت ترك هؤلاء الناجين من الغرق هائمين في البلاد من حولهم، حاملين معهم ما استطاعوا من بقايا علوم وثقافة آبائهم وبعض تقاليد أسلافهم، وكانوا سعداء بإعطاء أحفادهم أسماء هؤلاء الحكام القدامى العظام، على الرغم من أنهم لم يكونوا على دراية كاملة بفضائل أسلافهم، باستثناء بعض الروايات المتواترة من شخص لآخر التي أصبحت فيما بعد تلك الأساطير التي نسمعها اليوم. لأجيال عديدة عاش هؤلاء الناجون وأطفالهم كالبدو الرحل في محنة من أجل بقائهم على قيد الحياة، وفكروا في احتياجاتهم، وشغلهم توفير هذه الاحتياجات عن أي اهتمام بأحداث الماضي البعيد. وبسبب كدحهم للبقاء على قيد الحياة وفقدان الثقافة والمعرفة بمرور الوقت، نسي الناس ماضيهم. فهل يمكن أن يكون الناجين من أطلنطس قد بدأوا من جديد في سهول ما يعرف الآن بموريتانيا والجزائر؟ هل هم من سكنوا كهوف تاسيل ناجر بالجزائر بعد دمار عاصمتهم، علومهم وثرواتهم؟ وثقوا لوجودهم عن طريق إعطاء أبنائهم أسماء ملوكهم، ورسموا على الكهوف مشاهد حضارة وتقنية كانت لديهم، من علوم الطيران وأدوات الغوص في الماء ومركبات طائرة وأزياء راقية وغيرها من التقنيات التي فقدت منهم بضياع عاصمتهم. ربما